يعطيك العافية. شو مخالفة انك ترشي شرطي داخل المانيا؟ طبعا هاي الشغلة مستحيلة لسببين. السبب الاول، الشرطي استحالة ياخد. الشغلة الثانية، اذا اخذ الشرطي انت ما معك التكلفة اللي بدك تدفعها. اذا انت بدك ترشي شرطي داخل المانيا، اول شغلة انت في عندك مخالفة، تمام؟ هي بدك تدفعها. الشغلة الثانية، فتت بقضية جنائية. يوم تدخل بقضية جنائية انت فتت هون يعني بمحاكم ومحامي واتعاب المحامي وغرامات ماليه عاليه. الحبس تبعها، مده الحبس تبعها من 3 اشهر للسنه. انتبهوا، هي فيها غرامه وحبس من 3 اشهر للسنه. وما تفكر انه انت قاعد بالسجن اكل نايم شارب مثل ابو عنتر نحن القاووش جندن. بدك تدفع يوميا على السجن. يعني مثال، اذا بالسجن بياخذوا على اليوم 20 يورو، تضرب 3 اشهر ب 20 يورو او السنه ب 20 يورو. كل هدول بدك تدفعهم، تدفع الغرامه اللي عليك. وديروا بالكم تعملوها، تمام؟